يا هلا، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده هنشرح فيه 3 حاجات اساسيه. ازاي تهندل كلاينت في الفريلانسنج خاصه في مجال يو اي يو اكس، ولو جاي لك بيقول لك انا عايز اعمل لاندنج بيج. النقطه التانية ايه هي مكونات اللاندنج بيج الناجحه او اللي بتكونفرت يوزرز فعلا، وايه الحاجات اللي انت محتاج تسال الكلاينت عليها قبل ما تبدا شغل معاه. في الغالب بعض الحاجات دي لو مش جاهزه يستحسن ما تبداش الشغل، عشان في الاخر اللي هيحصل البروجكت هيفشل وهيقع منك. النقطة الأخيرة إزاي تعمل ميتنج فعلا برودكتيف وميتنج فعال مع الكلاينت بتاعك، وهنعمل ده على التول ذات نفسها، مش مجرد هنشرحه بشكل نظري بس، وهنشارك فيه بعض الأسرار. وفي الآخر خالص البروسيس الحقيقية بتاعة اليو اكس أو بتاعة الفريلانسنج في مجال يو اي يو اكس ديزاين، هنشوف هي بتتعمل إزاي. وده مثال حقيقي على كيس ستادي. بس وانا بقى بعمل الفيديو لاحظت حاجة، الفيديو طويل جدا والمعلومات فيه لازم تتقسم على 3 أجزاء. فأنا أول جزء هقسمه، هيكون ايه الحاجات اللي بركز عليها وانا بعمل لاندنج بيج، وبعد كده شرح مثال عملي على اللاندنج بيج، وبعد كده هنخش الجزء الثالث على إيه اللي بيحصل ورا الكواليس وازاي نرن الميتنج نفسه. وبالتالي الجزء الاولاني هيبقى الجزء اللي في الاول اللي هينزل المره دي، واستنوا بقى الجزئين اللي بعد كده. نسمي السلسله دي ايه؟ لو ليكوا اسامي تقترحوا اسامي في الكومنتات يبقى كويس. يعني هي كلها بتدور حوالين هاندلنج الكلاينت بتاع الفريلانس في عالم اليو اي واليو اكس، سبيشالي لو كان عايز ديزاين لاندنج بيج. قولوا لي رايكم برضو، عايزين نسميها ايه عشان نسمي البلاي ليست دي. الغالب هتبقى بمثابه يعني دي حلقه بمثابه كورس او كراش كورس عن ازاي تعمل وتتفق على لاندنج بيج. يلا خش على الفيديو. اول نقطة فيهم ان الكلاينت كان عنده مشكلة ان هو لما بيخش على الويب سايت او هو بيقول ان محدش بيفهم الويب سايت بتاعنا بتاع ايه. تمام. فالنقطة الأساسية اللي كنا عايزين نعالجها هو الكونسبت بتاع لما يجي كلاينت بمشكلة زي دي ويقول لك أنا عندي مشكلة محدش بيفهم. فمحتاجين نديفاين بس تفهموا فكرة إن مين اللي بيخش يقول لك أنا مش فاهم، لأن ده متوقف على نوع البيزنس. احنا قلنا إن هو بي تو بي، صح؟ صح على ما افتكر. صح اه. صح. وبالتالي لو حد بي تو بي في الغالب يعني الفئه اللي هتخش على الويب سايت هي الفئه اللي المفروض يعني توصل للويب سايت لحد ما توصل للمرحله دي، هي الفئه اللي فاهمه عن البيزنس ده وداخله الويب سايت عشان تعمل حاجه معينه. لان في كونسبت رقم 2 بقى اللي هو المفروض يفهمه، ان الويب سايت خطوه من الخطوات اللي في الفانل او اللي في خط اوكي. في خط الانتاج بتاع الليدز يعني، مش هي الخطوه الوحيده. فمن المفترض ان الويب سايت ده جاي له ليدز او جاي له فيزيتورز او كاستمرز او كلاينتس ايا كان، يعني منين؟ من حتت مختلفه، صح؟ وهو عنده سوشيال ميديا مثلا فهيجي له من السوشيال ميديا مثلا. وبالتالي اللي هيبقى انترستد ان هو يخش الويب سايت هو عنده فهم مسبق عن البيزنس ده بيعمل ايه. فالكلام اللي موجود في اللاندنج بيج هيريليت ليه وهيفهمه لانه هو اوريدي عنده فهم مسبق. لكن اي حد هيخش على ويب سايت بي تو بي مش هيفهم حاجه. ليه؟ لان اي حد ده يعني اي كاستمر، اي واحد ماشي في الشارع داخل على حاجه سمها تكنيكال، زي ما قلت لك امبارح ان البيزنس ده مش شبه البيزنسز المشهوره زي بتاع مثلا بتاع توصيل اكل مثلا. فاي حد هيخش هيفهم ان ده بيوصل اكل. ده عايز اقول لك كمان ان في شركات بتشتغل في التوصيل بس بتقدم حلول للبيزنسز، يعني بي تو بي. يعني انا اوصل اوردراتك لو عايز توصلها، لكن انا ما بوصلش حاجه معينه. فاهم قصدي؟ زي ارامكس مثلا، زي ارامكس انا لو دخلت على اللاندنج بيج بتاعت ارامكس انت ممكن تفهم حتت لان الشحن ده كلنا عارفينه، بس في حتت مش تفهمها. زي ما يجي يقول لك انتجريشنز مثلا، يقول لك احنا هنعمل انتجريشنز مع السيستمز بتاعتك. مين اللي هيفهم يعني ايه انتجريشنز؟ مش هيفهمها غير السيجمنت. مش هيفهمها غير السيجمنت، وغالبا انت هتبيع بالحاجات دي وانت عامل لاندنج بيج. فهو بس لازم تتاكد ان هو دي عايزين نتاكد منها ان هو فاهم دي، لان هو مش فاهم دي هيقعد يقول لك اصل انا وريته لقريبي او وريته لمين وما فهمش، او وريته لحد وما فهمش. حدد معاه البرسونا الاول، يمكن دي تبقى اكتيفيتي حلوه. وبعد كده لما نحدد البرسونا، لما نحددها خلاص، ولو عرفنا نمسك حد بعينه يعني يبقى معانا رقمه ومعانا كلمه واحد بس، كلاينت واحد بس، نوري له الويب سايت قبل وبعد. فكده يبقى احنا عملنا فاليديشن لاول نقطه. تاني نقطه كنا اتاكدنا معاك ان مش احنا قلنا ان الكلاينت ده استراتيجي، بمعنى ان هو واضح ان هو عنده شغل كتير، صح؟ يعني في خطوات جايه قدام، فمش المفروض نخسر الكلاينت. اهم حاجه دلوقتي مش اننا ناخد منه فلوس على قد ما نبني التراست. انت بتسجل صح؟ اه اوكي، لو بالمره تكتب احسن عشان
بنسى انا والميتنج برضو بدل ما تضطر تسمعه تاني. طيب تاني نقطة هو استراتيجي. طيب يعني ايه استراتيجي؟ يعني انا يهمني دلوقتي اكسب هذا الكونتاكت واشتغل معاه على المشروع ده اكتر من اي حاجة، فلازم اقوم بدور استشاري. انا شايف بما انه كمان مديك اطار في المشكلة بتاعته ان هو برضو مستعجل على رمضان. طيب هو دلوقتي جاي لك بديدلاين ضيق قوي وواثق فيك نسبيا وعايز منك شغل، فالاحسن انك تعمل له حاجه اسمها كويك وين، اللي هو ان انت تقول له طيب بدل ما نصرف فلوس كتير ومن واضح ان الموضوع محتاج يتغير، وانا بصيت على الويب سايت لقيت ان في مشاكل وخلافه، والحاجات دي محتاجه وقت في التغيير، في اساسيات واقعه واساسيات لازم نعدلها. واحلى حاجه في موضوع الاساسيات الواقعه دي والكويك وينز ان احنا لما نعدلها هتاخد مننا وقت قليل وانت تصرف قليل وهتحقق التايم لاين اللي انت عايزه. انت هنا بتثبت له ان في حاجه ينفع تعمل في التايم لاين ده، بس دي حاجه بسيطه، وده معناه ان انت قدام لما تزود عليه التايم لاين يبقى انت بتزود عليه فاليو وبتزود عليه فلوس، وهو موافقته على التايم لاين الضيق ده وعلى الحاجات السريعه دي هتضمن ليك موافقته على الحاجات الكبيره، لانه هو اوريدي خلاص فهم المقارنه وفهم الموضوع ماشي ازاي. طيب فدي تنقلنا النقطة رقم 3، وهي نقطة بقى ايه التعديلات. ايه هي السريعة بقى؟ اللي هي تعديلات على مستويين، على مستوى التايبوجرافي وعلى مستوى الكوبي رايتنج. اي ويب سايت في الدنيا لو دخلت على اللاندنج بيج ينفع تلاقي غلطات في حاجة زي كده، خاصة الويب سايتس القديمة الاوت ديتد، وينفع تعدل الاثنين. دي من يعني دي اكتر حاجتين مشهورين. تايبوجرافي غالبا بيبقى دايما الاستراكشر بتاع الفونتس واللاي اوت والجريد سيستم كله مش مظبوط، عدل له الحاجات دي. واحد منهم لو هو فاهم ان هو لازم يقول، يعني انت لازم تفهمه ان الويب سايت هيحقق نسبة فهم لاي حد كده بنسبة مثلا 20-30%. لاي حد هيحقق نسبة فهم 60-70% للليد اللي انت محتاج توصله الفكرة، لان جزء من الفهم مش هيجي كله من الويب سايت ومش من الصفحة بس اللاندنج بيج. يعني لو كل شوية يشوف معاك اللاندنج بيج يقول لك برضو مش فاهم، بمنتهى البساطه اقول له ما في صفحتين تانيين اسمهم ميشن او اسمهم اباوت اس، دي بتفهم اكتر بمنتهى البساطه، عشان ما يبقاش كل حاجه زي ما بنعمل لوجو ديزاين كده يقول لك اللوجو مش موضح. برضه نفس الكلام على الويب سايتس واللاندنج بيجز، هي بتاخد قدر من التوضيح اكتر لان فيها كلام وصور وخلافه، بس برضه لما تبص على السيستم كله ككل الويب سايت هو جزء من مجموعه من الحاجات اللي بيعدي عليها الليد بتاعك عشان يوصل ويشتري منك في الاخر. فهو لازم تفهمه ده، عشان ده جزء من الدفاع عن نفسك. لما تيجي بقى يستك معاك ويقول لك انا ما عرفناش نعمل ديزاين حلو، ما يبقى فيه رد منطقي زي ده يخليه يبقى قادر يفهم، لان هو عمره ما هيقتنع لو فاكر ان الويب سايت بس لوحده كفيل يقوم بكافه الفانكشنز. يعني هي نقطة هو جاي لك بايه، الانبوت بتاعه عامل ازاي، هل هو عنده براند، هل عنده فيجوال ايدنتيتي، هل عنده براند استراتيجي، هل الامور دي خلصانه ولا مش خلصانه. اللي بيحصل للاسف في بعض المشاريع ان بيجي لك حد مش جاهز خالص، هو جاي يعمل داخل يعني ساب كل الخطوات وجاي على الخطوه بتاعتك. انا دوري انا كواحد بيعمل ويب سايت لازم يكون فاهم ان في قبليه خطوات لازم تخلص. لو جالي حد مش مخلصها، مش بقول ما نقبلش الشغلانه، لا ابقى عارف ان هو مش مخلصها لانه مش عارف هلبس ليه. انت هتفهمه ان دلوقتي في خطوات مش خلصانه هتاثر على السوليوشن بتاعي. لما اجي اعمل لاندنج بيج ما عنديش الوان اشتغل عليها، ما عنديش فونت انت اعمل له سيلكشن في الفيجوال ايدنتيتي، ما عنديش لوجو معمول صح، وبالتالي هينتج عنده امبلمنتيشن في الايدنتيتي غلط او مش غلط. هينتج انت تعمل امبلمنتيشن جميل بس مش متوافق مع اللوجو لان اللوجو هو اللي غلط مثلا. وبالتالي نفس الكلام بقى على الاستراتيجي والكوبي رايتنج. لو كل ده مش موجود يا ريت تهاير فريلانسر او حد يشتغل على الكوبي رايتنج، وبعدين هو يفاليديت يقول لك انا تمام موافق، تاخد الكلام ده كوبي بيست تحطه هناك عندك من غير ما تكتبه هناك، ويرجع هو في الفيدباك سيشن بتاعتك يقول لك بس الجمله دي مش موضحه المعنى قوي. لا مش وظيفتك اصلا، فاهم قصدي؟ يعني الا لو انت خليتها وظيفتك وخدت فلوسها وظبطتها انت مع كوبي رايتنج من غير ما تعلمه. يعني اوقات برضو انك تعلم الكلاينت مش لازم تكون انسب طريقه، بس اللي انا اقصده يعني هي تو استراتيجيز هنا، هي هتعلمه وتفهمه وتروح تفصل دي عن دي وتدي له الاوت ده لوحده والاوت ده لوحده، يا مش مهم تعلمه هو ليه في الاخر ياخد اللاندنج بيج، بس انت هتشيل الجاب دي مع في الباطن معاك. يعني لازم هتخلي حد يشتغل او تشتغل ان هي جزء من الريسبونسابيلتي بتاعك. ده جزء ريسبونسابيلتي لانه هيدي فيدباك عليها. هتلاقي الفيدباك بعد كده جاي على اللاندنج بيج ملوش دعوه بالفيجوالز، مثلا يقول لك الجمله دي مش حلوه، المعنى هنا مش واضح، غير لي اللي مكتوب جوه الزرار. طب ما خلاص، ما كنا من الاول جبنا كوبي رايتر عمل الكلام ده في فايل وورد، انت اديت عليه ابروف، وبعد كده اخلنا كل حاجه كوبي بيست، بدل ما نقعد نعمل ديزاين ونرجع نعدل الكلام. والكلام لما بيتعدل اللي بيحصل بيعدل الفيجوالز.
يعني انت بتاخد يعني الكلمه لو اختلفت، لو قال لك مثلا وصل طلباتك بسرعه غير لو قال لك وصل طلباتك بكفاءه، أو يعني المعنى الفيجوال بيختلف، هتحط ايكون مختلف. بالظبط. فاللي انا اقصده لو هو مش مظبط كوبي رايتنج، مش مظبط يعني ودي على فكره مش شرط، معظم الكلاينتس مش هيبقوش مظبطينها. ما هو جاي لك ليه؟ عشان انت فاهم في البروسيس وفاهم ان الديزاين بيمشي بالطريقه دي. قول له كونسلته، قول له والله الخطوه دي موجوده معانا وفلوسها قد كذا ووقتها قد كذا، ومش هنخش في الديزاين غير لما نخلصها. اه من الاخر انت المرحله دي بقى لو نقلنا على النقطه رقم 3 من حيث النقطه دي بس، يعني ازاي هتاثر عليها. مش سوري. قول. الكابي رايتر في الحاله دي دوره ان هو يعمل ايه؟ الكوبي رايتر في الحاله دي دوره ده دوره هو بقى، المفروض هو تنقي كوبي رايتر شاطر او براند استراتيجيست شاطر، هم دول الشغلانتين. الفكره في البراند استراتيجيست ان هو هيبقى عنده الكابابيلتي ان هو يكوميونيكيت مع الكلاينت ويقعد معاه في ميتنج ويساله ويجاوب منه. الكوبي رايتر في الغالب مش شرط يعمل ده، هو ممكن يجي له كوبي يحسنه او تدي له بريف سريع ويشتغل عليه. لو في كوبي رايتر بيقعد مع كلاينت وياخد منه ويدي في الكلام، دي تبقى حاجه جميله جدا، بس انا بقول لك الاغلب يعني. فهو دوره ان هو يفهم البراند دي الفاليو بروبوزيشن بتاعتها ايه، ميشن بتاعتها ايه، الفيجن بتاعتها ايه، الكومبيتيتيف ادفانتجز بتاعتها ايه. كل ده لما انت بتكتبه ويتكتب في شكل نقط، لما بتيجي تعمل لاندنج بيج بمنتهى البساطه انت عندك فيتشرز ليست، دي برضو الكوبي رايتر او البراند استراتيجي بتطلعها. بتيجي تكتب الفيتشر ليست دي تخليها في الويب سايت كده معموله زجزاج، اللي هو صوره وجنبها كلمه، وهنا صوره وجنبها كلمه، وهنا صوره وجنبها